أهلا بيكم في يوم جديد مع ندى عادل. كل يوم جديد ربنا بيكتبه لنا ليه معنى إنك تقوم تتحرك تعافر عشان توصل. وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن التوكسيسيتي الناس السامة اللي في حياتنا، سواء في الأسرة أو في العيلة أو في الصحاب أو في دايرة العمل أو حتى في شريك الحياة. بقينا بنسمع كتير الفترة الأخيرة عن مصطلح التوكسيسيتي أو الشخصيات السامة اللي في حياتنا. طبعا الموضوع كبير وعميق، أظن إن هو محتاج حد يكون دارس أكتر مني ويكون فاهم قوي في الموضوع ده، زي طبيب نفسي أو لايف كوتش أكتر دارس أكتر عني. لكن هديكوا خبرتي في الحتة دي بالنسبة للحتة بتاعت التوكسيسيتي او الريليشن شيبس اللي انا مريت بيها وازاي اثرت فيا بشكل سلبي، وايه اللي خلاني اطلع من الدايره دي او احافظ على نفسي ازاي. يعني tips and tricks كده بسيطه نتعامل ازاي مع التوكسيك بيبل، واللي يتناسب مع شخصيتي وروحي، والحاجات اللي انا اقدر احطها تبقى تناسب حالتي النفسية وتناسب شخصيتي. زي ما قلنا في الأول إن التوكسيسيتي ممكن تبقى في العيلة، ممكن تبقى في الأهل، الأسرة، ممكن تبقى في الصحاب، ممكن تبقى في العمل، وممكن تبقى في شريك الحياة أو relationships in general. والتوكسيسيتي بتبقى أكتر ليها علاقة بالبني آدمين، ملهاش علاقة بالمكان أو يعني ممكن أقول environment toxic environment. لو مثلا الناس اللي معايا في الشغل كلهم مختلفين جدا عني مثلا، فانت هتحس ان هم كلهم بيأثروا عليك بشكل سلبي، فبالتالي تقدر تقول انها toxic environment. بس في الاول او في الاخر toxicity بتيجي من البني ادمين. طيب ليه اصلا طلع مصطلح التوكسيسيتي، او ليه بقى معانا ناس نقدر نقول عليهم ان هم ناس سامين او مضرين لينا؟ خلينا متفقين ان احنا كلنا مختلفين، وان في ناس كتير عندها اراء ومعتقدات مختلفة جدا عننا. فطبعا اي حد بيكون مختلف عننا ممكن يبقى عرضة ان هو يبقى شخص سام بالنسبة لنا، لكن ما اقدرش اعمم واقول ان الناس كلها هتبقى طالما مختلفة عني تبقى سامة. لا، الفكرة كلها ان الشخص السام ده هنتكلم عن تفاصيله وعن ازاي اكتشف ان هو شخص سام وازاي احافظ على نفسي منه. خلينا طيب الاول نقول ان اول حاجة محتاجين نشتغل عليها هي شخصيتنا. الشخصية كل ما كانت قوية كل ما كان تأثير العالم الخارجي عليك أضعف. بمعنى انت دلوقتي حطيت لنفسك حدود وحطيت لنفسك قيم ومبادئ واشتغلت عليها وثبتها في عقلك اللاواعي. انت مثلا ما بتحبش الكذب، ما بتحبش الخيانة، ما بتحبش انك تستنطع على حد، ما بتحبش ان انت تطبل لحد. حطيت لنفسك حدود كده وحطيت لنفسك شخصية معينة، وقلت لنفسك وبتقول لنفسك وبتثبت لنفسك كل فترة انه انا مهما اتحطيت في موقف او وسط ناس مختلفة completely عني، طريقة تفكيرهم، طريقة عيشتهم، انا مش هتأثر. مثلا لو انت رحت مكان بار مثلا كل الناس اللي حواليك بتشرب، انت شخصيتك قوية فانت مش هتقبل ان انت تشرب، لان انت ما بتعملش حاجة زي كده. فانت هتenjoy the moment وتenjoy الحفلة مع اصحابك، لكن بقيمك ومبادئك، لكن مش باللي هما بيعملوه. ولا هتشرب ولا هتسكر ولا هتشرب سجاير ولا هتعمل اي حاجة من الحاجات اللي ضد مبادئك. فانت هنا انت عملت شخصية لنفسك. فواحد محتاج تبني شخصية قوية، تبقى عارف حدودك وتبقى عارف تحط حدود للي قدامك ان هو ما يتعداش. لما حد يجي يقول لك يا عم اشرب احنا جايين نتبسط وجايين نفرح، ما تقفلهاش. انت تقول لا، تقول لا وانت متأكد وان اللي هو ما تعودك معايا، انا مش هعمل حاجة زي كده، انا جيت معاكم وهتبسط باليوم وهانجوي، لكن ما تتعداش حدودك معايا او ما تسمحش لحد ان هو يخليك تعمل حاجة انت مش مقتنع بيها، مش من مبادئك، مش من اخلاقك. يبقى اول حاجة ان احنا حطينا حدود وعملنا شخصية قوية بنيناها، سواء بقى انت بنيتها مع نفسك
او بنتها مع حد متخصص، مش هتفرق. المهم ان انت دلوقتي يبقى عندك شخصية مستقلة قوية، ليك مبادئ وليك باوندريز وليك ليميتس وليك كل حاجة. طيب انا دلوقتي عندي فرد من افراد عيلتي سام، ممكن يبقى ابويا، ممكن يبقى امي، ممكن يبقى اخواتي. اتعامل معاهم ازاي اقدر اتعايش معاهم ومع الافكار السلبية اللي هم بيزرعوها فيا؟ ودايما هتلاقيها في الاب والام، ان ممكن تبقى تروما اصلا عند الاب او الام من ابوه وامه ومن جدوده. مثلا في ابهات كتير بتبدا تتكلم مع ولادهم بطريقه نيجاتيف، وشايفه ان هي لما تضغط عليه ان نيجاتيف واي هيطلع احسن ما فيه. الكلام ده كان زمان. دلوقتي احنا عندنا وعي كفايه وعارفين ايه الحاجات اللي اقدر اعملها مع ولادي وما تاثرش عليهم او ما تعمل لهمش مشاكل نفسيه، وايه الحاجات اللي ممكن تجيب لهم مشاكل نفسيه. فلو انا بتكلم عن اب وام في الستينات في السبعينات، فأحب أقولك إنه من الصعب إنك تغير أبوك أو أمك إن هم يفهموا طريقة تفكيرك اللي أنت بتفكر فيها بالوقت الحالي، في إن هم يبطلوا يقولوا لك كلام نيجاتيف، في إن هم يبطلوا يتخانقوا معاك على الفاضي والمليان، يبطلوا يلوموك، يبطلوا يعاتبوك. الحاجات دي كلها انسى. هم خلاص كبروا لدرجة إن هم مش هيستقبلوا حاجة أصلا. هم بالعكس، هم في السن ده هم بيرجعوا أطفال تاني. فانت ما تستناش منهم حاجة. لو هم صغيرين في السن، أربعينات خمسينات، تقدر تتكلم معاهم، تقدر تقول لهم انا ما بحبش الطريقة دي، انتوا كده بتضعفوا من شخصيتي وبتضعفوني وبتسموني بأفكار سامة وأفكار تخليني أبقى في الأرض مش أنجح واتطور وابقى أحسن. فلو هم صغيرين في السن ومواكبين معانا العصر وشايفين العصر اللي احنا فيه، هيقدروا يستجيبوا معاك. طب لو ما استجابوش، هتبدأ انت تحط نفس الباوندريز اللي بتحطها مع الناس تحطها مع اهلك، وتقول لا، وتبدأ تتجاهل بقى. حاول بقى ان انت تغير الموضوع. لما يجوا يتخانقوا معاك او يلوموك، يعاتبوك، يتكلموا معاك بشكل نيجاتيف، غير الموضوع. اتكلم في اي حاجة تانية، او انسحب بهدوء. معلش انا مش فاضي دلوقتي وعندي شغل ومضطر انزل. سيبهم وامشي، لانه كده كده هما مش هيتغيروا خلاص. لو كانوا عايزين يتغيروا كانوا اتغيروا من 30 سنة فاتوا. لكن طالما وصلوا للسن ده، انسى ان انت تقدر تغير فيهم حاجة. دي اول حاجة. تاني حاجة، ما تجادلش معاهم ابدا. ما تدخلش معاهم في مجادلة، ما تدخلش معاهم في نقاش، لان دايما هيبقوا شايفين ان هم الكبار وان هم الصح، وان انت عيل. مهما كبرت في نظرهم انت هتفضل عيل، وان هم شايفين ان الكلام اللي احنا بنقوله لك ده ناتج عن خبرة وناتج عن تجارب وناتج عن الكلام ده كله، فما تناقشنيش في الكلام ده كله. فاهمين الفكرة؟ فما تخلوش حد، ما تدخلوش اصلا في نقاش او جدال معاهم. قصروا في الكلام وخلوا كلامكم سطحي، اللي هو عامل ايه في شغلك، الحمد لله نعمة كده. ما تدخلوش معاهم في تفاصيل قوي، لان لو دخلتوا في تفاصيل هيبداوا يقول لك مش انا قلت لك ان هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، انا كنت صح، انا. مش هيسمعك انت، هو مش سامع غير نفسه، مش شايف غير نفسه. فهنا وقف، مفيش نقاش، مفيش جدال. تالت حاجة، خلي فيه خصوصية في حياتك. دي طبعا على الأهل وعلى الصحاب وعلى زملاء العمل. ما تخليش حياتك مشاع أصلا، يعني in general. خلي عندك private life، حياتك الخاصة. مشاكلك الديب بينك وبين ربك، ما تخرجش لحد تالت. ليه؟ لأن الشخص السام ده هو بيكون أصلا مضطرب نفسيا، فأنت ما تعرفش لما تحكي له حاجة هو ممكن يفهمها ازاي أو ممكن يرياكت معاها ازاي. فخلي حياتك الخاصة هي خاصة بينك وبين نفسك وبس، وبينك وبين ربك وبس. وصدقني، الشكوى الغير لربنا فعلا مذلة. فما تشتكيش لحد، وخلي دايرتك اللي حواليك تكون الناس اللي انت بتثق فيهم، وتكون ناس مفيش ما بينك وما بينهم أحكام. يعني ايه؟ لا انت بتحكم عليهم بسلبي أو إيجابي، ولا هم بيحكموا عليك بسلبي أو إيجابي. فخلي دايما عندك private life، حياتك الخاصة. don't share it مع أي حد غير ناس معينين قليلين. ولو عرفت تقلل الناس دي أو أصلا ما يبقوش موجودين، هيبقى أحسن صدقني. رابع حاجة، لو مضطر تقعد في قعدة
سواء عائلية أو أسرية وفيها شخص سام، حاول معظم الوقت تخليك ساكت. لما حد يجي يكلمك في حاجة كويس الحمد لله، الدنيا ماشية كله تمام حلو قوي، اقلب الموضوع على اي حاجة تانية. ما تيجوا نهزر، ما تيجوا نلعب، ما تيجوا نقول نكت، ما تيجوا غير الموضوع، غير الموضوع، ما تخليه يعني اعمل تشتيت كده، ما تخليش سبوت لايت عليك. حاول ان انت تتكلم في اي حاجة تانية علشان ما يزنقكش في الحتة دي تضايقك. خدوا بالكم من الحتة دي. طيب على اي اساس اقدر احدد ان الشخص اللي قدامي ده شخص سام ولا ايه؟ بصوا خلونا نسيب كلمة سام دي على جنب ونقول هو شخص مش كويس عامة. فالشخص اللي مش كويس ده definitely هتبقى صفاته وحشة. فالصفات الوحشة honestly بتبان، بس في ناس بتبقى ممثلة هايلة جدا ما تقدرش ان انت تكشف هما ايه نيتهم ايه. فانما الاعمال بالنيات كده كده. فاحنا بنحسن الظن بالله، ودايما بندعي ربنا ان ربنا يرزقنا بالناس الكويسة ويوقع الناس الكويسة في طريقنا ويبعد عننا الناس الوحشة وشرور انفسهم جنرالي. بس ايه هي الريد فلاجز اللي نقدر نقول منها اكتشف الشخص اللي قدامي اذا كان شخص كويس او شخص وحش هيضرني؟ اول حاجة زي ما قلت لكم لازم نحط حدود للمعاملة مع الناس. ما تسيبش ابدا الدنيا عايمة، لازم يبقى عندك حدود وباوندريز توقف الناس عندها، لانك لو اخدت الناس عليك سوري في الكلمة هتاخد على قفاك. فاحنا مش عايزين ناخد على قفانا، احنا عايزين نتعلم من اخطائنا وما نكررهاش تاني. فاول حاجة الحدود الحدود الحدود. تاني حاجة نبقى متأكدين ان احنا مختلفين. كده كده ربنا لو كان عايز يخلق الناس كلها شبه بعض ما كناش هننزل اصلا على الارض وكنا هنفضل في الجنة. فنزولنا على الارض ده بسبب اختلافنا. انا بختلف عنك وانت بتختلف عني، واختلافنا ده honestly بيكملنا. يعني لو كلنا كنا شبه بعض ما كانش هيبقى فيه تنوع في شغلنا، ما كانش هيبقى فيه تنوع في شخصياتنا، ما كانش هيبقى فيه تنوع في السلع اللي بنستخدمها. فاختلافنا ده سبب يعني لأصلا وجودنا على الأرض. فاحنا مختلفين، فاحنا أشخاص بنقدر ان احنا نتعامل مع الأشخاص اللي شبهنا فكريا شخصيا، وممكن ما يكونش في توافق بيني وبين الشخص اللي قدامي، فده ممكن later on يعمل مشاكل في الشخصيات. بس بتختلف لو الشخص ده بقى مش شبهك خالص. لكن ممكن تبقوا مش شبه بعض بس عندكم حاجات common، فالحاجات الكومن دي بتخليكوا قريبين من بعض. فمش شرط ان اختلافي يبقى شيء سلبي، لكن الاختلاف اللي عندك ده يوصلني لفين؟ يوصلني اني انا مثلا شخص ملتزم جدا، فلما هاجي اقعد مع شخص انا شايف ان اللي هو بيعمله ده غلط، هنا ممكن ابقى سام بالنسبه له وهو ممكن يبقى سام بالنسبه لي. فمش شرط ان الشخص السام ده يكون حد حواليك، انت ممكن انت شخصيا تبقى سام. فتيك ات ايزي. احنا هنا جايين الدنيا نتحسن ونسعى ان احنا نبقى احسن، ونسعى ان احنا نكون less damage لنفسنا وللناس اللي حوالينا. فتمام انا شخص مثلا ما بشربش، ما بكذبش، ما بعملش اي حاجه وحشه، بحاول ان انا احافظ على القيم والمعايير والمبادئ اللي انا اتربيت عليها واللي اهلي ربوني عليها. شخص تاني قابلته في الشغل مثلا عكسي completely، ما بيصليش، ملوش علاقه بربنا، ملوش، بيسهر ويشرب ويعمل، فانتوا you're totally different. بس ده مش معناه ان الشخص ده سام او الشخص ده وحش فاقطع معاه، لا، حط حدود بينك وبينه. اما تحط حدود بينك وبينه انت كده امنت نفسك من انك تبقى شخص سام ليه، وهو كمان امن نفسه من ان هو يبقى شخص سام ليك عشان الحدود. انما لو قربتوا من بعض وانتوا you're totally different، حد فيكم هيتأثر بالتاني، يا انت هتتأثر بيه يا هو هيتأثر بيك. وساعتها لو انت اتأثرت بيه فهتبقى انت شخص اتحولت من شخص عنده مبادئ وقيم وشخصية قوية،
شخص ضعيف بتمشي ورا غرايزك والحاجات اللي انت الدنيوية والحاجات دي. اما العكس، لو هو اتأثر بتربيتك وبحاجتك وبدأ ربنا يهديه وكده، فتبقى انت صديق خير. honestly احنا مش جايين نصلح الناس، احنا جايين نعيش وناكل عيش ونتبسط ونعمل حاجات حلوة عند ربنا لرضا ربنا، مش لرضا البني ادمين. فانت ما تاخدهاش من سكة انه I can fix him. لا، سواء صديق او شخص انت على علاقة بيه، شخصية يعني شريكة حياة او I can fix him دي او I can fix her دي يعني هنشطب عليها 900,000 شطبة. احنا مش جايين نصلح الناس. فتمام، انتوا عارفين تتعاملوا مع بعض، انت في حالك وانا في حالي، انا مش هجادجيو وانت كمان don't judge me. فانتوا حطيتوا حدود، الشخص ده مش هيبقى سام بالنسبة لك، لكن لو قربته في possibility ان هو يبقى سام بالنسبة لك. تالت حاجة، الشخص الحشري. الشخص الحشري ده شوية اللي هو بيبقى عايز يعرف عنك كل حاجة، اللي هو عايزك طول الوقت انت تتكلم وهو يسمع. ولما تيجي انت تسأله عن حياته يقول لك الحمد لله ماشية ويسيبك ويمشي. الشخص ده برضو يعني ما تأمنلوش قوي، يعني تعامل معاه كده من على السطح، ما تدخلش معاه في كلام ديب، لانه في الغالب بيكون شخص بيحب يعرف معلومات عن الناس كلها ويجمع معلومات عن الناس كلها، بس في نفس الوقت هو مش عايز حد يعرف عنه حاجة. فده شوية ما تطمنلوش. يعني برضو مش هقولك احكم عليه، بس حط برضو نفس الحدود بينك وبينه. ما تحكيش اي حاجة، ما تقولش اي حاجة، ما تصرحش بأي حاجة للشخص الحشري. 4، الشخص اللي دايما بيشتكي، اللي هو كل ما تقعد معاه يقعد يجيب لك صحيفة سوابق باباه ومامته وخالته وعمته واصحابه والعيلة. ده احنا مش عارف ايه، ده احنا عايشين في نكد، ده احنا. ده شخص completely سام، ابعد عنه ابعد عنه. ده بيصدر لك شوية طاقات سلبية، بص عسل كده، ما تعرفش تكمل يومك اصلا، تحس ان اليوم بيتقفل من اول ما بيفتح بقه. فده شخص بقى مش تحط حدود، انت ما تعملش معاه اساسا. يعني بص، اول ما يفتح في ماسورة الشكوى اعمل نفسك جالك مكالمة تليفون وامشي وسيبه، ما تديلوش فرصة ان هو يتكلم، لان هو ممكن يبقى consciously او subconsciously واعي او غير واعي للحاجة اللي هو بيعملها، ففي الحالتين هو بيأذيك، فما تسمعلوش. الشخص الشكاي ده ابعد عنه ابعد عنه، وما تفكرش ان انت اصلا تعرفه. 5 حاجة، الشخص اللي بوشين، اللي هو تبقى قاعد انت وهو تتكلموا في حاجة وفجأة تلاقيه بيتكلم عن حد في الشركة، وأول ما الحد ده يجي يقعد معاكوا يبدأ يمدح فيه ويطبل ويطلع بيه السما، وأول ما يمشي ده ابن وابن وابن. ده شخص ما تأمنلوش completely. حاول تقلل جدا وتقنن في علاقتك بيه، لأنه برضو هيأذيك بشكل أو بآخر، لأنه انت ممكن تكون في نفس وضع الشخص التاني اللي هو اتكلم عليه، ان انت اول ما تمشي هو هيتكلم عليك بشكل سلبي او بشكل وحش، هينم عليك، هيغتابك، الكلام ده كله. فالشخص ده برضو تحط حدود بينك وبينه، وما تتكلمش معاه، ما تتعاملش معاه غير في قد الحدود، في حدود التعامل العملي او الصداقة. يعني معاك في الجامعة، زميلك في المدرسة، اتكلم معاه على قد البروجكت اللي انتوا شغالين مع بعض فيه، لكن ما تتعمقش معاه في كلام، لانه هيبدأ يبقى في كلام يتنقل، والكلام ده انت ممكن تتلط فيه، فهيبقى شخص سام بالنسبة لك. فابعد عن الشر وغنيله، ما تدخلش نفسك في حوارات. الشخص بقى اللي بيلوم على طول، بيلوم الظروف، بيلوم الناس، بيلوم اهله، بيلوم مديره في الشغل، بيلوم اي حد، انت السبب. هو مش عايز يشيل مسؤولية غلطه خالص، هو اي غلطة بيعملها بيرميها على حد تاني، بيبصيها. الشخص ده برضو، كل الاشخاص دي على فكره محتاجه ان هي تتعالج نفسيا يعني، بس اللي اقصده ان انت برضو قلل في التعامل مع الشخص اللي هتلاقيه قدامك دايما بيلوم على الظروف، دايما بيلوم وبيشتكي، مفيش حاجه عاجباه، مش راضي. ده شخص منه لربنا وملناش دعوه بيه. كل بقى الصفات الوحشه، اللي هو الكذب، الغيره، اللي عايش سفلقه على قفا اصحابه، البخيل، الكلامنجي، المطبلاتي، اللي بيوعد وعمره ما بيوفي، اللي عمره ما بيعتذر، الأناني، المتكبر،
الشخص النيجاتيف اللي كل ما بتشوفه كده تحس ان فيه كآبة على وشه، عارفين شخصية كله رايح، هو كده. اي صفات وحشة في بني ادم قدامك حاول تنجلكت البني ادم ده وتعامل معاه في اقل او في اضيق الحدود، حدود الشغل، حدود زي ما قلت لكم في الاول، اضيق الحدود، اضيق الحدود. ما تخشش ديب معاه في علاقة سيريس كصداقة او في ريليشن شيب، لانه غصبا عنه بوعي او بغير وعي هتلاقيه شوية شوية بيشدك وبيدمرك. فاحنا في غنى عن هذه الحاجات. طيب انا لو قدامي شخص بجد ممثل هايل، هو مش باين عليه حاجة خالص وما بيفوتش غلطة وما بيعملش حاجة، ازاي اكشفه؟ honestly انت لو شخص طيب او لو شخص قريب من ربنا هو هيتكشف قدامك sooner or later، وممكن ربنا يكون حطه في طريقك علشان انت تتعلم حاجة. فمش معنى ان وجود شخص سام في حياتنا ده شيء ضار لينا، لا بالعكس، احنا بنكون ساذجين قوي، فربنا بيبعت لنا شخص عنده الصفات دي علشان احنا نطور من نفسنا ونقرب من ربنا اكتر ونقرب من شخصيتنا اكتر ونحط باوندريز اكتر، فبالتالي ما نسمحش ان احنا طاقتنا تجذب الاشخاص السام. وهنتكلم مع بعض عن ازاي احمي نفسي من الاشخاص السامة دي بحاجات ليها علاقة بالانرجي والطاقة. زي ما قلت لكم الاشخاص اللي فيهم صفات سلبية هيضرني في ايه؟ اول حاجة هو هيسحب كل الطاقة الايجابية اللي جواك وهيديك كل الطاقة السلبية اللي عنده. هتلاقي نفسك كده ناس اول ما بتقعد معاهم بتبقى مبسوط والمودك حلو وبتاع، اول ما الناس دي بتمشي وتتكلم معاهم شوية تحس ان اليوم اتقلب فجأة. ايه ده، انا مش مظبوط، هو ايه اللي حصل؟ انا كنت نازل مبسوط ومتفائل، فجأة اتقفلت كده، في حاجة مش مفهومة. هما الناس دي بتقفل لك اليوم، بتأثرك بكلامهم، بتأثر بطباعهم، قربك منهم في اللاوعي بتاعك بيبدأ يخزن أفكارهم، فشوية شوية مبادئك وأخلاقك وشخصيتك بتبدأ تتأثر بطباعهم وأفكارهم، فتلاقي نفسك بتندرج تحتهم كده أو بتتشد ناحيتهم، فتلوز كنترول على شخصيتك وتبدأ شخصيتك تضعف شوية بشوية، فهنا بيجي الضرر. إنما أنت لو شخصيتك قوية هتقدر إن أنت ترجع تاني وتبقى أحسن من الأول، لكن برضو حط حدود لعلاقتك بالناس. أكتر حاجة بتعرفنا الشخص اللي قدامنا المواقف، وعايزة أقول لكم مش المواقف الحزينة بس، لأ، في الحزن وفي الفرح. إيه ده؟ في الفرح؟ أيوة، الشخص اللي ما يفرحش لفرحك نيته ما تبقاش صافية. الشخص اللي ما يتبسطش لما انت تعمل انجاز او تاخد مكافأة في شغلك او تعمل حاجة حلوة في يومك، ما يتبسطش بالانبساط بتاعك ابدا ابدا. بالعكس، تحس ان انت لما بتعمل انجاز هو بيتضايق او بيتجاهل انجازك اصلا، او ايه ده، هو انت عملت كده، مبروك يا حبيبي ربنا يبارك لك، تحسها خارجة كده ايه من ورا قلبه. ده شخص بيكن ليك مشاعر مش سوية، مشاعر ممكن تضرك او تأذيك later on. فده شخص مش بيحبك completely لله، لا، ممكن يبقى شخص مصلحجي، ممكن يبقى شخص اي حاجة تانية غير ان انت تسميه صاحبك يعني، او ان انت تسميه حد بيحبك وبيخاف عليك. فزي ما قلنا ان اللي بيحب لك الخير هو الشخص اللي هيقف معاك في الحلو، وهو اللي هيقف معاك في المواقف الوحشة. الناس الحلوة مش هي بس اللي بتقف معانا في الوحش، احيانا كتير بنبقى محتاجين ان الناس تبقى جنبنا اكتر في الفرح اكتر من الحزن. ما تتخموش او تتخدعوا في حتة ان هو على طول في اي حاجة وحشة بيبقى موجود. ده مش معناه ان هو شخص كويس completely، ممكن يبقى لسه في حتة جواه صاحية، لكن ده مش معناه ان هو شخص بيحبك completely. ممكن يبقى شخص بيحب يرسم على الناس ان هو شخص كويس، وفي الاول في الاخر ربنا اعلى واعلم باللي جوه قلوب الناس. لكن في الفرح بالذات بيبان لك قوي الشخص ده فرحان ليك فعلا وبيدعمك وواقف في ظهرك ومبسوط لانبساطك، ولا هو موجود تأدية واجب في حياتك
او موجود مصلحة في حياتك. طيب انا دلوقتي عايزة احمي نفسي من الشخص السام اللي قدامي، خلاص اكتشفت ان الشخصية اللي قدامي دي ما بتحبنيش او عندها افكار وحشة او سلبية عني او بتغير مني او whatever. عرفت ان الشخص ده ما بيحبنيش او مش حابب لي الخير او كده. اتعامل معاه ازاي؟ ممكن يبقى صديق، ممكن يبقى زميل عمل، ممكن تبقوا صحاب. هبدأ واحدة واحدة ابعد نفسي، اسحب نفسي كده لورا، اقلل كلام معاه، ما احكيش عن حياتي قوي قدامه، اقلل من خروجي معاه. لو هو شخص ذكي هيبدأ واحدة واحدة يبعد عنك. لكن لو هو شخص انت مهم بالنسبة له، مهم ان هو يبقى عارف كل حاجة عن حياتك عشان عايز يأذيك، فهيفضل في حياتك. او لو هو شخص لسه عنده شوية مبادئ واخلاق، هيبعد عنك وهيحترم قرارك في ان انت عايز تبعد وان انت مش عايز تكمل العلاقة دي او الصداقة دي. طب دلوقتي هو اذاني في كذا موقف، والمواقف دي ضايقتني قوي وانا مش عارفه اعمل ايه. هل اروح اتكلم معاه ده هيفش غلي مثلا، ولا حاجه هتتعبني اكتر؟ انا بقى جايه لك من هناك واقول لك ان غالبا الحاجه دي هتتعبك اكتر. طيب ايه الحل؟ الحل يا اما تتكلم مع حد متخصص لايف كوتش او سايكايترست، تتكلم في المشكله اللي انت واجهتك من الشخص ده او التروما اللي هو سببها لك، تبدا تخرج المشاعر دي. او لو ما معكش فلوس او ظروفك المادية مش نافعة او ظروف وقتك او حياتك مش نافعة، في حاجة بسيطة جدا تقدر تعملها في البيت مع نفسك، ان انت تكتب كل مشاعرك دي على ورقة وما ترجعش تقراها تاني. والورقة دي ببساطة تقطعها وتحرقها وترميها في الزبالة. وكل ما تحس ان لسه عندك مشاعر تجاه الشخص ده، اكتب واحرق، اكتب واحرق، لحد ما تحس ان خلاص المشاعر اللي جواك دي بدأت تنتهي. ودايما بعد ما تكتب كل مشاعرك وتخرج كل الحاجة اللي وجعاك، تدعي ربنا ان المشاعر دي تنتهي بسهولة وببساطة وبيسر، علشان تخرج منك بسهولة وببساطة وبيسر، ما تخرجش منك بعنف او تخرج منك بشكل يضرك، مش ينفع. فدايما اتأكد ان انت بتفرغ الطاقة اللي جواك بسهولة وببساطة وبيسر. طب خلاص انا دلوقتي قطعت مع الشخص ده او بعدت عنه. افرض بقى ان احنا اتقابلنا صدفة في الشارع او اتقابلنا في ايفنت عشان في صحاب كومن ما بيننا، اتعامل معاه ازاي؟ اتعامل عادي في اضيق الحدود. اضحكوا هزروا، بس انت في حالك وانا في حالي. نتصور مع بعض ما عنديش مشكلة. نتكلم عادي، ننجوي الفرح، ننجوي الايفنت اللي احنا فيه، مفيش مشكلة خالص. لكن خلاص الايفنت خلص، انا ما اعرفش حاجة عنك، انت ما تعرفش حاجة عني. لو حاسس ان انت عايز تعمل الشخص ده بلوك، مش عايز تشوفه ولا على السوشيال ميديا ولا عايز تشوفه في حياتك العادية عشان common friends اللي ما بينكو، it's totally your right، ده حقك، لحد ما تهيل من المشاعر اللي هو نقلها لك او التروما اللي هو كان السبب فيها. وعلى فكرة هو مش دايما بيكون هو السبب في التروما اللي جواك. على فكرة ممكن يبقى جوانا تروماز والناس السامة دي بتدخل حياتنا علشان تشاور لنا عليها، يعني ربنا بيحطها في طريقنا عشان تشاور لنا عليها، عشان نعمل لها هيلينج، وبعد كده الناس دي بتخرج بره حياتنا. فمش شرط وجود الشخص السام في حياتك هو شخص نيجاتيف او حاجة نيجاتيف، لا، ممكن ربنا يكون باعت لك الشخص ده علشان يصلح لك تروما اوريدي كانت جواك. فلما تصلح التروما اللي كانت جواك الناتجة مثلا عن اهلك، عن خط سير حياة ارواح اهالينا اللي توفوا، طاقات انت شايلها من نسل العيلة، ده ممكن يكون سبب في ان انت مثلا مش عارف تتعامل في علاقة مع شريكة حياتك، مش عارف ان انت تتجوز وتبني بيت وأسرة وتخلف. يعني مش شرط ان الشخص السام اللي موجود في حياتنا ان هو يكون شخص شرير وجاي حياتنا يفسدها، لا، take it easy. ممكن يبقى جاي يعلمنا درس، وهو definitely اكيد جاي يعلمنا درس وماشي. فخلاص انت هتعمل معاه في أضيق الحدود، الإجابة على قد السؤال، وتخلي المسافة ما بينك وما بينه كبيرة. يعني احنا في هالة حوالين جسمنا، الهالة دي هي الهالة اللي بتحمينا من العين، من الحسد، بتحمينا من الأفكار السلبية، بتحمينا من شرور أنفس الناس. كل ما كان علاقتك بربنا أقوى، كل ما كنت بتقول أذكارك، وكل ما كنت مؤمن بأن ربنا مش هيخلي حاجة تضرك إلا بإذنه،
كل ما انت بقيت protected ومحمي. فالأورا بتاعتنا دي كل ما بتكون قوية، كل ما انت تأثيرك بالعالم الخارجي او بالناس بيبقى اقل ضررا. فلما تيجي تتعامل مع الناس او شخص سلبي، خلي ما بينك وما بينه مسافة، يعني ما تقربش قوي، ما تخليش اورته تدخل في الأورا بتاعتك، الهالة بتاعته تخبط في الهالة بتاعتك، عشان ما تنقلكش مشاعر سلبية او تنقلك افكار سلبية او تفكرك بحاجات في الماضي. خلي دايما في مسافة كده ما بينك وما بينه. طيب لو اضطريت ان انت تقعد معايا في قعدة وبدأتوا تتكلموا، احمي نفسك. هحمي نفسي ازاي؟ وانا قاعد هحط رجل على رجل، واقفل رجلي الاتنين مع بعض، ايديا ممكن احطها في جيبي، احط صباعي الكبير واقفل عليه بقية صوابعي، واحط ايدي في جيبي، او اربع ايديا، بحيث ان انا دايرة الطاقة بتاعتي او دايرة الهالة بتاعتي تبقى مقفولة. فبالتالي اي كلمة نيجاتيف مثلا هيحدفها في وشي مش هتأثر بيها قوي. واتخيل كده كأن في حيطة بتفصل بيني وبين الشخص ده، اللي هو انا مش هستقبل منك حاجة وانا مش عايزاك تستقبل مني حاجة. ف you for you, I for I، انا في حالي وانت في حالك لحد ما اليوم ده ينتهي، من غير ما تأثر بيك ولا انت تتأثر بيا ولا افكرك بحاجة ولا تفكرني بحاجة. وحافظ على نفسك. ممكن وانتوا بتتكلموا اقعد اذكر ربنا كده منتلي في دماغك. الحاجات دي كلها هتساعدك ان الدنيا تبقى ألطف، ان الخروجه تبقى اخف. حسيت لا خلاص انا مش قادره اقعد في القعده دي اللي هو قاعد فيها، طب يا جماعه معلش انا هستأذن عشان عندي مشوار مهم او عندي شغل الصبح بدري فمحتاج ان انا انام بدري. اخلع. حسيت ان انت مش مرتاح، اخلع. ما تطولش في الكلام وما تطولش في القعده. وفي اخر كلامنا عايزاكم تصدقوا الحدس بتاعكم. يعني ايه؟ دايما ربنا بيرزقنا بالحدس في بداية علاقتنا بأي حد، اللي هو الانتويشن أو الفيرست امبريشن. أول ما تشوف الشخص ده في حاجة كده جواك بتقولك الشخص ده مش كويس، أو في حاجة جواك برضه بتقولك إيه ده، أنا مرتاح للشخص ده قوي كأني أعرفه من سنين. صدق إحساسك الأولاني. ليه؟ لأن خد بالك في أشخاص كتير قوي بنبقى مش مرتاحين لهم في الأول، وبعد كده بنبقى أصحاب جدا جدا، وقول يا ما محبة إلا بعد عداوة، وبعد 3 4 5 9 10 سنين تكتشف ان الشخص ده ما كانش بيحبك فعلا. تكتشف ان احساسك الاولاني او الحدس الاولاني اللي ربنا زرعه فيك بالفطرة كان قايل لك، بس انت you neglected احساسك وشغلت مخك. في فرق بين الاحساس اللي بتحسه في قلبك، وفي فرق بين المسج اللي بيجيلك من ربنا تقولك الشخص ده مش كويس خد بالك منه. ركز قوي في الاحساس اللي بيجيلك، وصدق الاحساس الاولاني اللي بتحسه لما بتدخل مكان معين او لما بتشوف شخص معين، لانه 90% 95%، مش عايزة افور واقول 99.9 بيكون احساس صح. فصدق الانتويشن، الاحساس اللي ربنا بيديهولك في اول ثانية بتشوف فيها شخص معين، او في اول ثانية بتدخل فيها مكان معين. فلو حسيت ان الشركة اللي انت دخلتها دي رايح تعمل انترفيو، وحسيت ان الشركة دي قلبك اتقبض منها كده، او حسيت اللي هو اذا انا فجأة ما بقيتش مرتاح، ما تكملش. شوف شركات تانية اللي خلق الشركة دي خلق غيرها كتير قوي. الشخص ده زي ما ربنا خلقه خلق منه كتير قوي، فمش ما وقفتش على الشخص ده، ما وقفتش على الشغلانة دي، ما وقفتش على الشركة دي. اسعى وربنا هيرزقك باللي احسن واللي احسن واللي احسن. دايما خلي عندك حسن ظن بالله، وان ربنا نافخ فيه من روحه، من عمر ربنا ما هيضرك. وان حصل ضرر، فالضرر ده بيعلمك حاجة، جايب لك مسج معينة، حاول تفهم المسج دي وتتعلم من غلطك وما تكرروش تاني. وان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية. لو عجبتكم الحلقة يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، ولو في حاجة معينة عايزين نتكلم فيها برضو اكتبوها لي في الكومنتس او في الدي امز. شكرا واشوفكم الحلقة الجاية.